شاب في الستينات عنده 17 سنة قرر ان هو يفضل 264 ساعة صاحي، يعني تقريبا 11 يوم بدون اي منبهات. الموضوع ده على فكرة ممكن يبان ان هو قصة او خيال علمي او هكذا، ولكن موضوع مؤكد، قصة حقيقية، وغير كتير من مفاهيمنا عن الدماغ والنوم، لدرجة ان هم في اخر يوم سألوه سؤال عشان يختبروا اذا هو مصحصح معاهم ولا لا. ببساطة قالوا له ابدأ من 100 واطرح 7 كل مرة. قال 93 86 ووصل ل 65 ووقف. سألوه انت وقفت ليه؟ قال لهم انا اصلا مش فاكر انا بعمل ايه. الراجل ده بقى اسمه راندي جاردنر. سنة 1963 قرر لمشروع علمي ان هو يفضل صاحي لاطول فترة ممكنة على قد ما يقدر، وطبعا من غير اي منبهات. والنتيجة ان هو فضل صاحي 264 ساعة، يعني تقريبا 11 يوم. والرقم ده اثار فضول عالم كبير اسمه ويليام ديمنت، قرر ان هو يروح ويتابعه بنفسه. بس اللي حصل جواه هو اللي يهمنا، لان جسمه فضل شغال عادي، ولكن تركيزه بدأ يضعف، ذاكرته القصيرة بدأت تفلت منه، مزاجه بدأ يتقلب، وادراكه بدأ يتشوش لدرجة ان هو بدأ يتخيل حاجات اصلا ما حصلتش قدامه. بس الغريب والاهم ان هو فعلا جسمه ما كانش فيه اي مشكلة، لدرجة ان هو كان شغال وبيتعامل عادي. وحتى اخر يوم اللي هو اليوم ال11 بتاعه كان بيلعب لعبة اسمها بول مع ديمنت وكسبه. وهنا الدرس: قلة النوم ما بتأثرش عليك فجأة، دي بتبقى على فترات وبتتراكم. واللي أسوأ من كل ده إن أنت ممكن بتبقى عادي وفي يومك عادي، ولكن التأثير بتاعها بيحصل وأنت أصلا مش واخد بالك. وما تفتكرش إن ده بعيد عنك، لأنك مش لازم تفضل صح 11 يوم عشان قلة النوم تأثر عليك، لا بالعكس. في دراسة اسمها فان دونجن اتعملت في 2003، خلت ناس تنام 6 ساعات فقط كل يوم لمدة أسبوعين، وقعدوا يقيسوا تأثير ده عليهم. وطبعا لقوا إن يوم ورا يوم تأثير قلة النوم بتأثر عليهم، لدرجة انه في ناس منهم بانت عليهم اعراض لناس ما بتنامش اساسا، يعني شبه حرمان كامل. فعدد الساعات اللي انت فاكر ان انت بتنامهم هم كافيين جدا بالنسبه لك، ممكن ما تكونش واخد بالك ان تاثيرهم عليك بالسالب، لان انت اصلا مش حاسس، واصلا بياخد فتره عما يبان عليك. والنوم مش رفاهيه ولا وقت ضايع، عشان يتخلص من فضلاته وتعرف ترتاح وتعرف تصحى بنشاط وطاقه، ويبقى عندك انتاجيه، لان الانتاجيه على المدى البعيد مش بس على كام يوم اللي انت بتحسبها عليه. وخليك دايما واعي.